طيب السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جالك يا حبيب قلبي فيديو جديد وعن طريقة اضافة واجهة كيبورد جديدة. تابع الشرح لحد الاخر عشان اعرفك ازاي تعمل كيبورد بنفسك وباسمك ومن اول حاجة لحد النهاية. تمام، تابع الشرح وبس كده. قبل ما ابدا الفيديو انزل لما اشترك بالقناة وفعل زر الجرس ولايك وكومنت الفيديو عشان يوصلك كل جديد. تمام يا قلبي، دلوقتي انا هعمل لك اول فيديو، اول سلسله المره دي عن اضافه الواجهه. برضه ما تكون واجهه جامده، هي واجهه مش بتاعتي بس بتاعت شخص تاني. اقول على اسمه كل حاجه واوريكم ازاي برضه ازاي تعملوا كل حاجه. تمام يا شباب. تمام، اول حاجه هنعوزها كيبورد السراب البعيد، اول حاجه. تمام، وتاني حاجه ام تي مانجر بس. إيه لا، مش ام تي مانجر، اي بي كي اديتور، معلش. تمام، فانت بقى شرح لحد الاخر اعرفك كل حاجه. بس برضو زي ما قلت لك ما تنساش الاشتراك والكومنت الجميل بتاعك، وانزل لكم سلسله كلها على بعض يعني ورا بعض يعني، بس كل فيديو ليه سلسله معينه. يعني دلوقتي هوريكم اضافه الواجهه، بعد كده واجهه الاعدادات، بعد كده السيمات، بعد كده كل حاجه. تمام. تمام، هتعمل ايه بقى؟ تخش بعد ما تنزل اي بي كي اديتور، هتخلصه عندك تنزله عندك كل حاجه. تمام، تيجي هنا ده عند تاني واحده. هسيبلك برضو لينك ايبيك دوتر ده عندي في قلب وصف الفيديو، كل حاجة هتلاقيها في وصف الفيديو. تمام، نجيب كده كيبورد السراب البعيد، هتكون محمله عندك برضو، سيبلك في وصف الفيديو. تعال تشوف كده كيبورد السراب البعيد من جوه عشان لسه بس منزله دلوقتي. تمام، ده الشكل بتاعه، ده كيبورد السراب البعيد اهو. تمام. تمام يا شباب، دي كده الواجهة اللي هي العادية بتاعته. نطلع كده بقى، نخش عند ام تي مانجر، معلش اتلخبط، ايبيك اديتور. جيب كيبورد السرور بعيد، ضغطة كده عليه، وبعد كده أول واحدة، بعد كده ملفات اللي هي أول واحدة برضو. تمام، خش عليه كده، تعالى عند الفايلز دي، استنى يحمل معاك. افتح الملفات، افتح الاسمايلي. تمام، طبعا هنيجي عند مدير الملفات عندك. طبعا اوريكم الملف اللي فيه الواجهات، ملف الواجهة. تمام. تمام، هو ده. ودي كل حاجة، الانمي والدراب واللي اوت والاسمايلي وكل حاجة. تمام. تمام، طبعا الواجهة دي بتاعت شخص اسمه متمرد. الواجهة دي مش بتاعتي، هي بتاعته هو يعني، بس انا بشرحها عندي. بس هي بتاعته باسمه. تمام. تمام يا شباب، دلوقتي كده اول حاجة نخش عليها، نخش على الريس. تعمل ملف فاضي من هنا، هتحط في الملف ده درابل فيرجن 1. تمام. تمام، هتلاقي هنا كده الملف يتحط هنا اهو، ضغطة كده على مطولة وبعد كده ريبلاي. خش عند الدرابل وتعمل اوكي، بعد كده يس. تمام، هتخش عند الانمي، تعمل اضافة لعلامة زائد، لا نمسح دي. خش على الانمي هنا بقى، تضغط على اول ملف وتاني ملف. تمام. تمام، نرجع واحدة نروح نخش عند اللي اوت. تعمل ايه؟ هتيجي عند الميني ده اللي هو ده اللي محدد عليه، هتيجي ضغط مطولة كده عليه وتعمل ريبلاي. هتلاقي هنا ملف باسمه بالظبط في اللي اوت اهو، ضغط عليه بس كده وخلاص. تمام، هترجع خش على السمايلي. تمام، تعمل ملف فاضي بالاسم ده. تمام اهو، تعمل ريبلاي عليه، هتحدد على اخر ملف انت حطه تعمل ريبلاي عليه. ترجع واحدة تخش على ملف السمايلي، هتلاقي الملف هنا بنفس الاسم هنا اهو، تخش عليه وتعمل اوكي. تعمل ملف تاني. تمام، بالاسم ده، تلاقي الاسم برضو هنا ملف ظاهر هنا فاضي اهو، ضغطة كده مطول عليه ريبلاي، هتلاقي نفس الاسم هنا، تخش عليه وتعمل اوكي. اوكي اهو، تعمل ملف تالت بالاسم ده برضو نفس النظام، هتعمل ريبلاي عليه، هتلاقي في ملف باسمه بالظبط، تخش عليه وتعمل اوكي ويس. تمام. تمام، تيجي فين بقى تاني؟ تيجي عند تمام، دي واحدة. تيجي عند الكوم،
بعد كده الاندرويد، وبعد كده التانية دي، وأول واحدة ضغط عليها تظهر لك كده كل الملفات دي. تنزل تحت عند الباك اب برو، الملف ده بص ده اللي محدد لك عليه، ضغطة مطولة كده عليه وتعمل ريبلاي، ترجع واحدة لورا تخش هتلاقي هنا برضو ملف بنفس الاسم باك اب برو، ضغطة كده عليه. تمام. هترجع بقى واحدة لورا، كمان واحدة عن الشرح كله بالتبسيط خالص اهو. هترجع تاني برضو، تيجي عند الريس، خش عند اللي اوت وتحط ملف، تيجي عند علامة البلاس دي الزائد، اضافة ملف، خش عند ملف اللي اوت اللي هو موجود عندك في الملفات وهتحط الملف ده. تمام، ضغط عليه كده تلاقيه اتضاف لوحده عادي. تمام، هتعمل بقى بايلود اللي هتلاقي عندك فوق على اليمين دي، ضغطة كده على السنة دول ما تحمله. تمام، هو مش هيظهر لك اي اخطاء، لو عملت زي ما انا عملت بالظبط كده مش هيظهر لك اي اخطاء. بعد كده تعمل انستل تحديث وتستنى معانا كده. اقول لك لما يتم تثبيت التطبيق لا نحذف التطبيق وتعرض مع حزمة حالية، تطلع عادي، تخش تيجي عند السراب الكبار، السراب البعيد ده اللي انت بتعدل عليه اصلا، ضغطة مطول عليه وتعمل له حذف وتحذفه من عندك. ترجع تخش على ايبك اديتور وتعمل تثبيت تاني. تمام، تثبيت. تمام، التثبيت على اي حال. اعمل فتح، بعد كده متابعة، تلاقي الكيبورد ظهر معاك بالواجهة دي كده، دي الواجهة قلب اخوك اللي هي تكون موجود، ادي الكيبورد اهو. تمام، ده اسم الشخص، هتلاقي اسمه موجود هنا والصورة اللي هو كان حاططها والكلام ده كله. لو قلتلك ده اسمه المتمرد. تمام. ده كده الإعدادات اللي هي العادية بتاعة الكيبورد. برضو الفيديو الجاي هيكون على إضافة إعدادات جامدة جدا برضو، وهظبط لك الكيبورد من أول لآخر، وأعرفك برضو في الآخر ازاي تغير الأسماء وكل حاجة يكون كيبورد باسمك، تكون انت اللي عامله. تمام، مش معدل عليه بقى والشغل ده. تمام يا قلبي، عندك هنا كل حاجة بقى، كل الزرار شغالة عندك هنا، تفعيل الكيبورد، اختيار الكيبورد، تمام، الزخرفة، عندك السمات دي كلها السمات، عندك الإعدادات، وعندك هنا الاختصارات، عندك هنا تابع المطور وحول الكيبورد. انا هحطلك فيها لينك يكون ليك يعني وكده، وده انت هتغير الاسماء بقى وكل حاجة. بس يا صاحبي ده كله هيكون في فيديو جاي ان شاء الله. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، هسيب لك كل حاجة في وصف الفيديو، كل اللينكات موجودة. متنساش تقدر تعمل اشتراك للقناة، وخش اشترك في قناة تليجرام، بوزع هناك ارقام فيك وكل حاجة. وسلام يا شباب.